القصة اليوم يحكيها لي شاب يقول أنا تطلقت والدتي وأنا في بطن أمي، ووالدتي ما عندها إلا أخت واحدة ولا ما عندها أخوان، وجدي وجدتي متوفين، فعاشت عند أختي اللي هي متزوجة ونسيبي. أبوي ما سأل عني، واللي رباني والدتي والله يجزاه خير يصرف علي زوج خالتي. يعني أنا ما حسيت باليتم من هالرجل هذا، ولا حسيت بفقدان الرجال من هالرجل هذا. يثني عليه ثناء عجيب، زوج خالته. يقول أسأل عن أمي يوم في الابتدائي، أسألها أقول يمه الوالد، قالت الوالد موجود ومتزوج لكنه داهن عنا في هالدنيا. فيقول أنا هالرجل هذا ياخذني للملاهي، ياخذني للأسواق، حريص علي في مجلس الآباء في المدرسة اللي هو زوج خالته، وهو طبعا ما يرزق بأولاده. حنا عايشين أنا أمي وخالتي في بيت هالرجال هذا اللي هو زوج خالتي، والله إنه مثل أبوي وأعظم. فيقول عشت معه وخدت المتوسط وخدت الثانوي. يقول يوم جيت الثانوي قمت أبي أشوف أبوي، يعني أبي أروح له، فأخذت عنوانه ورحت له. يوم جيت في الملحق ولا والله ما هو بيمي، وأثره كاره أمي كره عظيم، وبالتالي أثر هالأمر على تعامله معي، فصار حتى ما يسلم علي لسلام ثقيل، ولا يشوف لي شيء، ولا يشوف لي قدر. فأنا من هالجفوة هذه صديت عنه، وصرت لاهي في دراستي ولاهي في جامعتي حتى تخرجت ووصلت إلى يعني ما شاء الله تبارك الله تخصص نادر، توظفت. يقول يوم توظفت السنة الأولى السنة الثانية جيت لأبوي قلت والله لازم نطلع من بيت خالتي وزوجها. أفا ليش يا ولدي؟ قال لي ما يصير، يعني أنا الحين خلاص الحمد لله شكر له الراتب والوظيفة. فيقول كان حزن عند خالتي وعند زوجها ويلاموني لوم شديد. قلت أنا مصيري أتزوج بكرة، ومصير لي يعني إني أبي أفتح بيت. يقول بعد الحاح شديد وافقوا إني أطلع بشقة جنب بيتهم أو في مكان قريب منهم. حلو. رحت واستأجرت. حلو. وسكنت. يقول يوم أخذت لي سنة ونص، يقول وأقول لأمي دوري لي مرتن وأتزوج. يقول تزوجت وأبوي ما حضر زواجي، جيت وطلبت إنه يحضر ما حضر زواجي. ليه؟ يقول كاره الأم وكارهني، ما يبي لي عيشة ولا يبي لي در. سبحان الله. ولده وبخير. يقول الحمد لله أمي دائما تلح علي لا تترك أبوك. تربيتها لي كانت تربية الحمد والشكر لله فيها بر، ما كانت تكرهني فيه، لكني دائما أسألها وش سبب كره أبوي لي، فتقول يمكنه ما حبني، يمكنه متضايق مني، وبالتالي أثر هذا علي. وكانت تلقى المخارج ما تبي تكرهني فيه، لكن أنا ما عشت بين أحضانه ولا شفت حنانه ولا شفت صرفه علي. الرجل اللي قدامي كان زوج خالتي، الرجل هذا كان بالنسبة لي شيء عظيم، يعني هو أبوي. فيقول يوم طلعت في هالبيت هذا واستقريت وتزوجت صرت أنا ووالدتي. يقول قعدت 5 سنوات جاني اتصال غريب، ألو السلام عليكم أنت فلان؟ قلت نعم. قال أبي أقابلك. قلت الله يحييك اقلط عندي. قال لا ما أبي أقابلك البيت. قال أجيك. قال خلاص بنتقابل أنا وياك في المكان الفلاني. هذا بعد 5 سنوات من زواجي. يقول يوم جيت مقهى وهو قاعد قدامي سلم عليه، قال ما عرفتني؟ قلت لا والله ما عرفتك. من الأخ؟ قال يقول احنا سلمنا على بعض وطلبنا قهوة. من الأخ؟ قال أنا أخوك فلان. أخوك أنا خابر إن أبوي عنده زوجة وعنده أخوان، لكن أول مرة أشعر بأخوي إنه قاعد قدامي يكلمني. فيقول قمت ثاني مرة وسلمت عليه، بس السلام الثاني كان سلام محبة، يعني حفاوة. أخو يطلع لك فجأة عمره 27 28 سنة. الناس عندها اخوانها الحين ويعرف اخوه ويعرف بيته ويعرف جاره ويعرف انه قريب منه ولا يسلم عليه. يقول والله يا اخ عبد الله فرحت به فرحه ما فرحت بأحد. اكيد. او اخوي قدامي على الطاوله وانا وياه. يقول احبه ثاني مره واضمه واجلس انا وياه. قلت يا اخي واجلس يعني حزين فرحان، لقيت عضيد لقيت اخو. فاقول له الله يجزاك خير ويهدي ابوي، يا اخي ليه ما خلاني اشوف اخوي هذا ما خلى. يقول فقمت الوم ابوي. قال له ادعي له بالمغفره. شلون؟ قال متوفي العام الماضي. يقول يوم والله صدمتين في وقت واحد، اخوي وابوي متوفي العام الماضي والله ما دريت الا اللحظه، في قصور مني
وفي قصور لا شك من ابوي، لكني انا كل ما جيتي ما القى منه، وتوفي ولا دريت عنه سنه كامله. يقولوا تدمع عيني على الطاوله. قام هو قال الحمد والشكر لله، نبيك تحلل ابونا، احنا دارين انه ظالم، احنا دارين. قال الله يحلله ويبيحه، هو سبب وجودي، ما لي فضل اني ازعل عليه، ما لي يعني مجال اني ازعل على ابوي ولا اتضايق منه. فقال المهم يا اخوي احنا نبي نجتمع، وابي خواتك واخوانك يشوفونك، كل ابونا نبي نشوفك، نبي نجتمع معك. قال كم عدد اخواني؟ قال عندك 4 اخوان و3 بنات وانت خامسنا، وانا ترى ما جيتك الا بعد ما جلسنا مع بعض ومشتاقين يتعرفون عليك. قال طيب ما حاولتوا الفترة الماضية تجوني؟ قال كان ابوك مانعنا مثل ما هو مانعك انك تجينا، كان شديد في هالموضوع هذا مرة. فيوم توفى الوالد جلسنا احنا نفكر هذا اخونا وصلة رحم، واللي راح وابونا لا يكرهنا في بعضنا، راح بخير وشر، احنا ما بيننا وبين شيء. فيقول خذنا استراحة وطلعنا في هالاستراحة. يا اخي لكنك تشعر تدخل على اخوان اعمارهم 25 26 اخوانك وتوك تشوفهم من 26 27 سنة، يقول كلهم، والبنات اللي متزوجة واللي يقول اخمخمهم ما اعرفهم والله. يقول حتى وانا اسلم على خواتي مستحي، اول مرة اضم اختي، اول مرة احبها، اول مرة احبه. يقول حسيت اني في عائلة، حسيت ان عندي يعني. فمن ضمن كلامه يقول استغرب هالعالم اللي عنده اخوان الان ويعرف بيوته ولا يروح يحب، يقول انا ودي اسكب معهم في بيوتهم. يقول شيء يا اخوان والله لو تفقدونه ما تحس الا بفقده، عندك اخو فجأة يجيك 5 اخوان ويجي 4 اخوان ويجيك 3 بنات تعيش معهم، والله شعور ما حد يحس به، شعور عظيم جدا. فيقول قعدنا معهم 5 ساعات 4 ساعات كلها ثواني. يقول فرحان ما ابي اكل ولا شيء، ابي اشوف. يقول قاموا يسولفون علي عند دراستهم، قلت يبي لي 2 أو 3 حتى اسولف معكم، ما شبعت منكم. جت يقول اذن علينا الفجر وحنا ما بعد خلصنا بعض. فتوادعت انا وياهم ورحت وفيني شوق، ما نمت من الفرحه، علمت امي وعلمت زوجتي، والحقيقه الحمد والشكر لله استانست ورجهنيت. المهم اخذت لي يومين وادق عليهم، قلت ابي اجمعكم، انا ما شبعت منكم، ابي اشوفكم. قال الله يحييك، متى ما بغيت الله يحييك. قال لا ودي نجتمع كلنا، ابى اخذ الاستراحه اللي انتم اخذتوها. يقول انا اخذ الاستراحه وادي لي خروف المطبخ واعزمهم واشوف خياتي واشوف اخواني، ولا الثانيه اكثر حميميه من الاولى، اضمضمهم اضمضم عيالهم، انا صاير خال ولا ادري، عندي اخوان عندهم عيال ولا ادري، يعني شعور والله يا اخوان ما حد يحس به الا اللي صاير فيه.